سلام البنات، شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم راح نحضروا مع بعضنا عسل بطريقة بسيطة جدا ومكونات موجودة في اي بيت. نبداو على بركة الله. كما راكم تشوفوا نحتاجوا كيلو تاع السكر، سكر عادي. نحتاجوا قطعة من الليمون يعني نصف حبة فقط، ونحتاجوا زوز كيسان تاع الماء. كسرونة تكون ثقيلة، استعملوا ملعقة خشبية ولا تاع سيليكون. هذاك الكيلو تاع السكر كما انا كنت كان عندي كيلو فرغته في الغيسيبيون. هذا الكاس الاول، نديو الكاس الثاني. نديو الكسرونه تاعنا ولا البرمه على نار تكون قليله، يعني ما تكونش متوسطه. ركزوا معايا مليح البنات، النار راهي تكون ضعيفه. شفتوا الشمعه كيما الشمعه. تحضير العسل لازمتها شويه صبر. انا بصراحه باش نحضر العسل لازم يكون ولادي يقراو، يعني باش نكون مركزه معاه مليح. انا نسميه العسل يعني السهل الممتنع. هي كتشوفي طريقته تقولي سهله واي وحده ممكن ينجح معاه، لكن ما ينجحش مع الناس الكل. وعليه لازماته شويه صبر، توسعي بالك، ولازم يعني تتبعي الخطوات كامل. على هديك ننصحكم سورتو المبتدئات البنات الصغار اللي مش ملفين يحضروا العسل، نقول لهم تبعوا الخطوات كامل ولازم تصبروا عليه شوي. واهم حاجه كما قلت لكم الكسرونه اللي تخدموا فيها تكون ثقيله، النار تكون ضعيفه ياسر. من بعد ما حطيت الكسرونه كما راكم تشوفوا على النار، واش نديروا؟ ما نحرقوهاش في الاول حتى نشوفوا هذاك السكر يبدا يذوب معنا. سا ديبون على حسب الكسرونه اللي عندك، ممكن يبدا يذوب لك مع الاطراف، ممكن في الوسط. المهم البلاصه اللي تشوفي السكر بدا يذوب فيها حركيها شوي. وبالمناسبة هذه البنات نشكر المشتركين اللي عندي كامل في القناة. خاوتي كامل وخواتاتي المشتركين عندي، نقولهم شكرا على الدعم، نقولهم شكرا على الثقة اللي درتوها فيا، وشكرا على لي كومنتار الملاح اللي يرفعوا المعنويات. بصراحة أنا ما كانش حاجة لا تفرحني قد يعني تعليق يجيك من عند أخت تكون جربت الوصفة تاعك وتخلي لك يعني تعليق تقول لك جزاك الله كل خير، ولا تقول لك شكرا على الصدق والمصداقية. يعني حاجة اللي فريمون تفرح. نقول لكم ميرسي ميرسي بيان. واللي مازالها ما اشتركتش في القناة نقولها فضلا وليس امرا حبيبتي، اشتركي في القناة وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. واللي مازالها تتفرج في الفيديو لحد الان ونسات ما حطتش اللايك، نقولها اختي كملي تفرجي ما فيها والو، كون ديري لايك. نعاودوا نرجعوا حبيباتي للوصفة تاعنا. كما راكم تشوفوا السكر بدا يذوب معانا، نبقاو نحركو ما نحيوش يدينا. يعني باش نروحوا للمرحلة الثانية لازم نتأكدوا يعني 100% باللي السكر تاعنا راهو داب، ما بقاتش فيه هذيك الحبيبات نهائيا. كما راكم تشوفوا بدا يذوب دركا. ديما نزلوا هذاك السكر اللي يكون لكم مع الاطراف تاع الكسرونه. في الوقت هذا البنات تكونوا سخنتوا زوز كيسان تاع ماء، نفس الكاس هذاك اللي كيلنا به السكر في الاول، تكيلوا به زوز كيسان ماء وتحطوهم في كسرونه يسخنوا. انا البنات يعني زوز كيسان هادوك يعني يخرجوا لي نص لتر. يعني نتوما تحبوا ديروا بالكاس تحبوا ديروا يعني نتوما واش تكيلوا عندكم تحتاجوا نص لتر تاع ماء سخون. انا لهنا السكر راه داب معايا مليح، ما بقاتش هذيك الحبيبات. نروح ونضيف الماء سخون كما قلت لكم. في المرحله هذه حاولوا انكم يعني تبعدوا شويه على النار انه قادر يسكم هذاك الماء. غير تضيف في كميه تاع الماء راح يعاود يرجع السكر هذاك يجمد معاك، ما يخلعكمش يعني ما تخافوش منه تقولوا هي فزدت ولا خسرت لنا العسل. خليه لبناتك يعاود يزيد يدوب، غير يبدا يغلي برك راح يدوب.
نوريلكم بلي كيف ما عاود زيد يجمد. انا نغطيه زيد ونخليوه حتى يذوب، غير يبدا يغلي برك وتتاكدي بلي هذاك السكر عاود زيد داب، تضيفي الكميه تاع السكر اللي بقات لك في الريسيبيون. يعني كما قلت لكم في المرحله الاولى دينا من الكيلو 2 كيسان ذوبناهم، وبقات الكميه الاخرى نضيفوها درك. ابقاي حركي حتى تشوفي السكر بدا يذوب، بعد نغطيو عليه نحسبوا له 5 دقائق، ونعاود نضيف له يعني نص حبه ليمون كما راكم تشوفوا. انا قصيت هذه طرونش، وتنجمي تضيفي معاها وسي اذا كان حبيتي تعطريه بذوق القرفه، ديري قطعه صغيره برك تاع قرفه عود، يعني حاجه صغيره برك. انا بصراحه حبيتها تكون يعني فيه غير ذوق الليمون فقط، والليمون لهنا راح يلعب دور الماده الحافظه البنات. مام العسل تاعنا قلت لكم يقدر يصبر معاكم عده اشهر. بعد ما درنا الليمون غطينا عليها زيت، نحسبوا لها 5 دقائق اخرى ونطفيو. شوفوا البنات ما تقولوش لا مازال مشو عاقد او خفيف، نخليوه زيد يغلي اكثر، لانه العسل على قد ما راح تطفي عليه يبقى يبان لك خفيف، مي مع الوقت من بعد على قد ما يبرد راح يتماسك، وراح تحصلي على القوام نفسه اللي كما اللي يتباع في المحلات. يعني اذا كان تبعتي الخطوات تاعي انا. شوفوا لهنا من بعد ما طفيت عليه راهو مازال سخون، حطيته في الريسيبيون برك باش يبرد. شوفوا لهنا من با عنده 5 دقائق وبدا يتماسك. يعني انا ما صورت لكمش من بعدها بساعتين البنات تحصلت على القوام نفسه. يعني هذه للامانه تحصلت على القوام نفسه اللي يتباع في المحلات. مام الذوق تاعو صدقوني، والريحه تاعو ريحه الليمون جات ما شاء الله. يعني تنجموا تعسلوا به يعني اي حاجه تحبوها، ولا ديروا تستعملوا في اي حلويات يعني. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم، واللي جربتها البنات تخلينا كومنتار مليح، واللي كما قلت لكم مازالها ما اشتركتش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. عاونوني حبيباتي وبارطاجيو الفيديو. مع السلامه، ونتلاقاو في وصفه جديدة.